السلام عليكم، مساء الخير. ان شاء الله طبخنا اليوم راح اعمل ان شاء الله مع بعض ماك اند تشيز بطريقة سهلة، وان شاء الله انها تنال اعجابكم. اول اشي عندي هون، اول شي راح ابدأ فيه طبعا شي نسلق المعكرونة. راح اضيف عندي لتر من المي السخنة، راح اضيف شوي من زيت الذرة، بعدين اضيف شوي من الملح واضيف المعكرونه. اضيف معلقه صغيره من الملح. وانا استخدمت المعكرونه هذه النوعيه، فيك تستخدمي اي نوعيه انت متوفره عندك. راح اتركها لحتى تنسلق وارجع لها. انا لحتى ما تستوي المعكرونه راح نعمل هلا خلطه الجبن. راح اضيف هون زبده، راح اضيف معها شوي من زيت المازولا، بس شوي يعني لحتى تذوب الزبده عندي. راح اضيف معلقتين كبار من الطحين، راح انزل الطحين واحركهم بسرعة مع بعض عشان اضيف كاس كبير من الحليب. هذا راح اضيف الحليب. هاي عندي هون كاس كبير من الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. واحركهم. ضاف عندي هلا الحليب، راح اضيف شوي من كريمة الطبخ. بصراحة هي اختياري بس تعطيها طعم كتير طيب. راح احركها. هلا راح اضيف البهارات اللي بتنحط على هاي الاكلة الزاكية. البهارات فلفل اسمر، مرقة دجاج، وملح وبابريكا. راح اضيفهم واحركهم عشان اضيف هلا الاجبار. بضيف عليهم معلقه صغيره من الخردل. لا تنسونا لايك شير تفعيل زر الجرس، ان شاء الله انه ينال اعجابكم. طبق سريع والكتير بحبوا بصراحه المعكرونه باشكالها. راح اضيف الخردل حتى بعطيها لون وطعم، بس ما تكتري يعني، يا دوبك معلقه صغيره. اضيف الخردل. هي هون ضفت الخردل، هيك بكفي. كترته مرات بتمرمر. هي هيك. هلا راح اضيف الجبن. ضفت كوب من الموزاريلا وكوب من الشيدر. الشيدر صراحه جبنه الشيدر مكون اساسي فيها. هاي جبنه الموزاريلا راح اضيفها، وفيك تضيفي حتى الجبنه سلايسي كمان. وهي هون جبنه الشيدر. راح احركها شوي شوي حتى تذوب معاي الجبنه، واضيفها على المعكرونه لانه المعكرونه استوت، بس بدي اضيفها على الجبنه. هي هيك انا عندي قوام الجبنه، بس طبعا لازم نضل نحرك فيها. وعندي المعكرونه جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اديرها بس مش دفعه واحده، راح اديرها على دفعات واحركها شوي شوي حتى تتشرب عندي كل المعكرونه ايش الصوص اللي احنا عملناه. هي هيك حطيت الدفعه الثانيه منه من الصوص. هي هيك جهزت معانا. راح احط عليها بس شوي من الجبنة الموزاريلا، شوي من البقدونس. اما للتزيين راح اضيف عندي هذا نوعية من الشيبس البطاطا. راح احط شوي معها، طبعا طعمه كتير بصراحة زاكي. وهي هيك طبقنا جهز. طعمها زاكي ولذيذ، بتمنى انها تنال اعجابكم. راح نحط شوي، شوفي ما شاء الله طعمتها جدا لذيذة. وصحتين.